شهدت منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الأيام الماضية دعوات وبوستات من قبل الجمهور للنجمة المطربة أنغام الذي تمنى لها الشفاء العاجل وعودتها للجمهور من جديد، حيث حرص عدد كبير من محبي الفنانة المطربة أنغام على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية وتوجيه رسائل الدعم ليها. كشف الإعلامي الكبير محمود سعد عن آخر تطورات حالة الفنانة أنغام عن الوضع الصحي ليها، وذلك من خلال حسابه على موقع فيسبوك، حيث كتب الإعلامي الكبير محمود سعد: كل جمهور أنغام اللي بيسألوني عليها طوال الوقت كان في اتصال من دقائق عشان اطمئن على صحتها. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من آلام شديدة جدا كانت بدأت تأكل من أيام، لكن دلوقتي في تراجع بسبب الآلام. حللها فيها أرقام كويسة والحمد لله، وأرقام ثابتة لسه مش متظبطة، عشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية. مفيش أي كلام حاليا على موعد خروجها من المستشفى. دعواتكم ربنا يخفف عنها الآلام ويتم شفائها. أنغام بتعاني من آلام شديدة والأكل فيه تراجع، مفيش أي كلام عن موعد خروجها، ده اللي أكده الإعلامي الكبير محمود سعد. تعيش النجمة الكبيرة أنغام خلال الفترة الماضية أزمة صحية خضعت على أسرها لجراحة عاجلة في ألمانيا لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك بعد الجراحة اللي خضعت لها منذ أسابيع قليلة لإزالة جزء من الكيس متواجد بالبنكرياس، وذلك بعد الأزمة الصحية اللي ألمت بيها الفنانة المطربة أنغام مؤخرا. والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على تقديم أصدق التمنيات بالشفاء العاجل لصاحبة الصوت العذب الحضور المتفرد، أحد أبرز أعمدة الفن المصري والعربي، أنغام التي أبهرت جمهورها على مدار عقود. إحساسها الراقي وأدائها الذي مس القلوب، ستظل أنغام رمز للإبداع الغنائي الذي يعتز به كل محب الفن الأصيل. ونحن على يقين بإذن الله إن عزيمتها ستقودها تجاوز هذه الوعكة الصحية سريعا لتعود أكثر تألقا وإشراقا على خشبة المسرح والميكروفون بصوتها الطربي الجميل. استكملت الشركة المتحدة على الفيس بالدعاء لها: ندعو الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل لتواصل مسيرتها الفنية السرية، وليبقى دائما صوتها يسكن وجدان الملايين في مصر والوطن العربي. نتمنى للفنانة الكبيرة المطربة الجميلة أنغام الشفاء العاجل، يمن عليها ربنا بالصحة والعافية، ترجع إلى أرض الوطن بكامل الصحة والعافية.